قبس من كتاب. في مقال له بعنوان نعمة الستر، يقول الدكتور مصطفى محمود: كنت أشتري كل يوم صباحا من بائع الصحف صحيفة، وقد علمني مرة درسا سيبقى في ذاكرتي طوال العمر. سألته مرة: كيف حالك اليوم؟ فقال لي: والله في نعمة الستر. فاندهشت من إجابته وسألته: ولماذا الستر بالتحديد؟ فقال لي: لأنني مستور من كل شيء. قلت له مداعبا: عن أي ستر تتحدث؟ وقميصك مرقع بألوان شتى. فقال لي: يا بني، الستر أنواع. عندما تكون مريضا ولكنك قادر على السير بقدميك، فهذا ستر من مذلة المرض. وعندما يكون في جيبك مبلغ بسيط من المال يكفيك لتنام وأنت شبعان حتى لو كان خبزا، فهذا ستر من مذلة الجوع. وعندما يكون لديك ملابس ولو كانت مرقعة، فهذا ستر من مذلة البرد. وعندما تكون قادرا على الضحك حتى وأنت حزين لأي سبب، فهذا ستر من مذلة الانكسار. وعندما تكون قادرا على قراءة الصحيفة التي بين يديك، فهذا ستر من مذلة الجهل. وعندما تستطيع أن تتصل في أي وقت بأهلك لتطمئن عنهم وتطمئنهم عنك، فهذا ستر من مذلة الوحدة. وعندما يكون لديك وظيفة أو مهنة حتى لو كانت بائع صحف تمنعك من مد يديك إلى أي شخص لتسأله، فهذا ستر من مذلة السؤال. وعندما يبارك الله لك في أولادك وبناتك، في صحتهم وتعليمهم وزواجهم وبيوتهم، فهذا ستر من مذلة القهر. وعندما يكون لديك زوجة صالحة تحمل معك هم الدنيا، فهذا ستر من مذلة الانكسار. وتذكر دائما أنك تملك نعما يتمناها ملايين البشر، هذه هي نعمة الستر. الستر يا بني ليس ستر الفلوس، وإنما هو ستر النفوس. وهنا انتهى المقال، ويا له من رجل صادق فيما قال: إنها حقا نعمة، إنها نعمة الستر. قبس من كتاب، برنامج يعده ويقدمه أحمد شاهين.